أسعد اللحظات، أجمل الذكريات، اكتشفها واكتشف معها الثقافات المختلفة تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، النسخة 15 من مهرجان موازين في الفترة من 20 إلى 28 بالرباط. في المؤتمر الصحفي الأول للمطربة ديانا حداد قالت إنها سعيدة بوجودها في المغرب، كما أشادت ديانا بالمهرجان وبكم المشاركين فيه. بوجودي ببلدي الثاني المغرب الحبيب، وبدي أرحب بكل العالمين والصحافة اللي من المغرب ومن كل الوطن العربي حضروا الليلة يكونوا معنا بافتتاح مهرجان موازين. بدي أشكر الأستاذ محمود على هالكلمة الجميلة وسعيدة جدا، وطبعا هاي المشاركة الثانية لإلي بمهرجان موازين، فأهلا وسهلا فيكم ومساء الورد. كل هيدا السوشيال ميديا مكنة كنا نعتمد على أنفسنا، كثير كان في مجهود وما زال هذا الشيء أكيد. يعني نحن ما بنعتمد كثير على بس على الطرق هذه، يعني في مجهود شخصي، في أعمال بتشتغلي عليها، في كليبات بتصوريها، في أشياء. فبحس إنه هلا بالعكس صار المجال مفتوح لكل الناس، حتى لو ما صور بتلاقيه عبر الانستغرام بيعمل فيديو ثاني نهار عنده ملايين من الفولورز. فبالعكس صارت الشغله ايزي. ما بعرف اذا انتم بتوافقوني الراي ولا لا، وانتم بتلعبوا دور كثير مهم كمان الاعلام. صح؟ صح. هذه الليله ليلتنا والليله طويله، السهر الضحكه والنشكو مليها فينا، سيلا فيستا هذه الليله كمسي كمسه بوج حكايه، سيلا فيستا هذه الليله كمسي كمسه. تابعت كثير البرنامج لانه ما عندي الوقت الكافي. ما شاء الله صار عندنا حدث ولا حرج برامج غنائية بالوطن العربي. اللي عرفته انه باحد الايام كان لي بالصدفه عم تابع وسمعت صوتها ولفتت لي نظري لانه فعلا صوت جميل، وانا ما بعتبرها طفله، بعتبرها شابه لانه فعلا واعي وصوت حاضر انه تكون نجمه ولا مستقبل كثير كبير بالمغرب العربي والوطن العربي. فاللي صار انه من قبلها تم التواصل مع اداره اعمالي وطلبت الغناء انه تقديم دويتو على مسرح موازين كاول افتتاح، اول حفله بمهرجان موازين. وطبعا هذا الشيء اسعدني، حبيت الفكره ورحبت فيها، واليوم تسمعوا ان شاء الله انه فعلا تستحق انه هيدا الصوت وهي الموهبه الجميله تاخذ الدعم الكافي من الاعلام المغربي والعربي، والله يوفقنا اكيد جميعا. وقد خصت في حوارها لبرنامج شهرزاد تهنئة بشهر رمضان المبارك. قد ما حضر لكم اعملكم شيء قليل عليكم، انتم بتستاهلوا كثير اشياء، بس بيقولوا انه مفاجآت كثير كبيره وحلوه بتليق بديانا حداد وبتليق بمهرجان موازين بهالمستوى الكبير. في مفاجآت كبيره الى جانب طبعا النجمه والشابه الصاعده نهله القلعي رح تكون معي على المسرح. في اشياء جديده انتظروها الليله. كل عام وكل الامه العربيه والاسلاميه بالف خير بمناسبه شهر رمضان كريم، ينعاد عليكم بالصحه والخير والبركه.